طبعا معظم المصريين دلوقتي ولا طايقين محمد صلاح ولا طايقين سيرته. تقول لي بقى اصله الاداء كان وحش في الدور الاول في بطوله الافريقيه 2024. اصل ادعى الاصابه، خايف على نفسه، اصل ما بيلتحمش كويس وبيأدي اداء اعلى في ليفربول. دي كلها اسباب واهيه بالنسبه لي يعني برايي الشخصي انا مش شايفها خالص. انا شايف سبب واحد وضوح الشمس قسما بالله قدامي. ايه هو بقى؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل اني احب فلان فاحبه. ربنا يقول لجبريل انا بحب فلان فاحبه. فجبريل يعمل ايه بقى؟ فينادي جبريل في اهل السماء: ان الله يحب فلان فاحبوه، فيوضع له القبول في الارض. طيب اعكس بقى العكس: واذا ابغض عبدا ينادي: يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه. ربنا يقول له انا ما بحبش الشخص ده، الانسان ده، فيا جبريل اكرهه انت كمان. فجبريل يعمل ايه؟ ينادي في اهل السماء: ان الله يبغض فلانا فابغضوه، فيوضع له البغضاء في الارض. محمد صلاح بعد ما قال ان كل الارواح مقدسه، طبعا ده قول لا يختلف عليه عاقلان، انه قول يبغض الله عز وجل. ان انت تقول على مجموعه جت استوطنت في ارض وطردت اهلها وقتلوهم وموتوهم ان كل تساوي بين دول ودول، ان كل الارواح مقدسه، وتبقى بتزرع في المسلمين في كل الارض في العالم عقيده فاسده. ايه العقيده الفاسده دي؟ ان الكيان دوت فيه عسكريين وفيه مدنيين، فالمدنيين ما ينفعش يا جماعه نتعدى على ارواحهم. لا يا حبيبي، هو المجموعه دي كلها، انا مش عايز اسمي اسمها دي عشان خاطر الفيديو ما يتنيلش، ما فيش حد فيهم مدني، مفيش حاجه اسمها مدني. دول ناس جم طردوا اهلنا واخواتنا من بيوتهم وقعدوا مكانهم. فما تقوليش بقى اصل ده مدني وده عسكري واروح المدنيين كلها مقدسه ده قول يغضب الله عز وجل، عكس العقيده الاسلاميه الصحيحه اللي احنا المفروض كلنا نتعبد لربنا باعتقادها، ان الناس دي كلها يجب الجهاد ضدهم. ومفيش حاجه اسمها مدني وعسكري. ما دام قاعد في ارض مغتصبه مفيش حاجه اسمها انه مدني، اصله شغال مهندس، اصله شغال دكتور، اصله مش ما بيشيلش سلاح. لا، كلهم بيشيلوا سلاح، كلهم في استدعاء عام. دي الدولة الوحيدة في العالم اللي بتعمل استدعاء ل 100% من شعبها، ستات ورجال، كبار وصغيرين، كله بوقت الاستنفار العام بيجي ويشيل ويقتل في اخواتنا. فدي ما فيهاش فيها كلام. فانت لما اغضبت الله، ظني بقى، ظني ده ظني اهو، لما اغضبت الله عز وجل بالقول ده، ربنا كرهك، وضع كرهك في قلوب الناس. ما تقوليش بقى اصله اتصاب، اصله مش عارف ايه، ده انا شايفه وضوح الشمس. والحديث انا حاولت اقوله باقرب شيء لنصه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، واحط نصه على شاشه. الدرس المستفاد: طول ما انت تسعى ان ربنا يرضى عنك ما تقلقش بقى، ما تشيلش هم ان الناس يرضوا عنك، لا هيرضوا عنك كده كده. ولو انت سعيت ان ربنا يكرهك فانت كده اعرف ان الناس كلها هتكرهك شئت ام ابيت.